السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اللي مازال أو كانت أول زيارة له لهذه القناة يحاول إن شاء الله يفعل الجرس ويشترك في القناة فضلا وليس أمرا، واللي متابعنا ومتبع فيديوهات ديالنا وما دايرش اشتراك يحاول يدير اشتراك إن شاء الله. فيديوهات مهمة في الأيام القادمة إن شاء الله، لأن بالفضل ديالكم وبالمتابعة ديالكم وبالتحفيزات ديالكم هما اللي كيخليونا باش إن شاء الله نديرو فيديوهات كما كتشوفوا معنا هاد المقنين. لأن هاد المقنين هذا فيه كما فيه حالة غريبة ما شاء الله. كل واحد كيفاش كيسميها، كاين اللي كيسميها الصرع، كاين اللي كيسميها التواء الرقبة، كاين اللي كيسميها جنون الطيور. ما شاء الله انتم كتشوفوا معنا الحالة انتم، يعني كاين اللي كيعالجها بكل واحد وكيفاش كيعالجها بالطريقة اللي كيعالجها بها. ان شاء الله تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير، فيه استفادة كثيرة لهاد الحالة هادي ما شاء الله انتم كتشوفوا. كاين اللي كيقول مثلا فيها جنون كيمشي كيدير لها الرقية، فهمتي. مثلا هاد المقنين هذا كيدير له الرقية ويدير له شي حالات، يعني كل واحد وكيفاش كيعالج. شوفوا سبحان الله العظيم انتم شوفوا معنا. كنقربوا الكاميرا يبان لكم مزيان هانتوما سبحان الله العظيم. هذه حالات كل واحد كيسميها مرض نيوكاسل، اللي كيجيو مثلا الطيور المهاجرة كتنقل هذا المرض، وكيكون مرض معدي. مثلا فاش كتحط واحد الطيور وحدين اخرين حتى هما كيتعاداو. وكاين اللي كيكون عنده نقص، كاين الطير اللي كيكون عنده نقص في الفيتامينات وفي الفيتامين دي، خصوصا فيتامين دي اللي كنكتسبوه حنا من الشمس. هانتوما هنا يعني نجبدوه. نحاولوا ان شاء الله هانتوما كتشوفوا معنا، غنحاولوا حنايا نحاولوا بحال اللي كنديروا له الماساج، بحال اللي كنديروا له ماساج في العنق ديالو، وكنحاولوا نطلقوا له العروق باش ان شاء الله الا كان الدم عنده دم نحاولوا نعرفوا واش كاين شي دم مجلط، يعني جلطة دموية ولا جلطة عصبية بحال هكا. يعني كتكون سيولة عصبية اللي كتخليه كيقوم بواحد الحركات لا إرادية. هانتوما كتشوفوا نحاولوا غير بشوية بالهدوء باش ما نأثروش على الطير ما نضروهش. يعني شحال من واحد كيقول له مثلا كيمشي كيقول له جرحو ولا هذا راه يقطع له الراس ديالو. لما كان مبتدئ وما عرفش كيفاش يعالجو، حنا الحالات الاولى غنعالجو غير بهاد الطريقه هكا، ونشوفو اللي ما تعالجش شي غنعرفو المرض يعني مرض متطور. غنخليو ان شاء الله بحال اللي كنثبتو له هذا، وكنخليو نشوفو الدم يدير له في العنق ديالو. ربما يكون غير الدم عنده يعني الدورة الدموية ما كتوصلوش للراس، السبب اللي كيخليه كيقوم بهذيك الحركات اللا إرادية. هانتوما يا إخوان شوفوا معنا مزيان وتبعونا وكملوا الفيديو. الله يجازيكم بخير، وما تنساوش التشجيعات ديالكم وما تنساوش الاشتراك ديالكم في القناة. هانتوما بالهدوء باش ما نضروش الطير، يبقى ان شاء الله الحمد لله الصحة ديالو تولي في امان الله وحفظه. تبعوا معنا الفيديو مزيان. يعني هاد الحالة إلا كان مثلا ما كانش عنده نقص في يعني في الفيتامينات، ولا مثلا عنده واحد تخثر دموي في العنق ديالو، مثلا شي جلطة ولا شي دم مثلا، إذا هذاك كنعرف يعني ما تعالجش شي كنعرفوا أن كيكون مرض نيوكاسل مثلا، مرض ناقلوه واحد الطيور، لأن هذا طير خلوي. هذا راه هو طير خلوي، لأن غالبا ما يكون تأثر بالطيور المهاجرة هي اللي كتجيب هي اللي كتجيب داك المرض. غنجي نهزو يعني الزيزوار باش غنشرطوا له، يعني نشرطوا له واحد بحال غنديروا له حجامة كما كتسمى الحجامة. يعني ونحاولوا نعقموا الزيزوار. الزيزوار راه كيكون معقم
نعقموا المكان. اللي غنحاولوا إن شاء الله. كتجي شوية صعيبة، يعني الحرك كيتحرك في اليد. حتى يخرج داك الدم اللي كيكون مختل، داك الدم اللي كيكون تما زرق، هداك الدم كيخرج كنخرجوه. غنطلقوها، نطلقوه الطير ديالنا، وغتلاحظوا معانا، وغنحاولوا ان شاء الله الا كان عنده المرض، يعني راه ما يزعلش بهاد الطريقة. كاين كنجيبو الفيتامين وكنزيدو معاه واحد شوية ديال خلط التفاح، لأن فاش كيصيدها نتوما شتوفو معانا هاد الطير بدا يعني غيبدا داك الحركة غتنقصلو، ما تبقاش كيما كانت، وغيبدا ينقص تدريجيا شوية بشوية. عن 4 أيام 5 أيام إن شاء الله نحاولو إن شاء الله نديرو لكم إن شاء الله ليه شي فيديو، ويتغير كاع، يطير عليكم الطيران. نتوما هو بدا كيوقف، هو ان شاء الله بدا كيتحايا هذا. وكنجدو الماء، هذاك الماء اللي ديال الشرب كنحاولوا نعطشوه، ونحاولوا نديروا له فيه فيتامين ونتبعوه بخل التفاح. نتوما كتشوفوا معنا، يعني الطير الحمد لله كيبدا ما يبقاش فيه داك المشكل. نجيبوا الماء يعني باش غنحاولوا نغسلوا له، كي كنقولوا نغسلوا له حتى البطن ديالو، يعني الجهاز الهضمي ديالو نحاولوا نعقموه الا كان فيه مرض نيوكاسل مثلا. هذاك واحد المجموعة ديال الفيتامينات مع قليل من خل التفاح والثوم مطحون. تومة وخل التفاح، هذا كمعقم أو مطهر، يعني مطهر معوي اللي كنتبعوه له. وكذلك كذلك ميلتي فيتامين اللي كنعطيوه له على مدار يعني تقريبا حتى يرتاح. تقريبا كيبقى واحد المدة ديال 10 أيام، نهارية ونهار لا، نهارية ونهار لا. يعني نحاولو نعطشو. نتوما كتشوفو معانا الطير الحمد لله بدا كيوقف، بدا مبقاش فيه داك الحركة يعني حركة بهلوانية، حركة كتيرة سبحان الله العظيم. هانتوما هو مازال حدانا كنشوفوه، يعني الحمد لله تغيرت الحالة ديالو مباشرة، يعني ما طولش بزاف، والحمد لله ما يبقاش فيه المشكل. ما تنساوش تشجعونا بالاشتراك ديالكم في القناة. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك يا اخوان، لايك ما تخسروا عليه والو. حاولوا ديروا لنا لايك، الله يجازيكم بخير الفيديو، وديروا اشتراك. شحال يعني واحد النسبة كبيرة اللي متبعة في هذه القناة، ولكن ما كدايراش الاشتراك في القناة. ما تخسروا والو، فضلا وليس امرا، يعني بفضل ديالكم باش ان شاء الله نزيدوا قدام، وان شاء الله نحاولوا نكبروا هذه القناة. الله يجازيكم بخير، وشكرا لكل المتابعين بدون استثناء، كل واحد بالاسم ديالو، نساء ورجال من كل دول العالم. وتحية للإخوة الجزائريين، أحبكم في الله.